عام كل عام وانت متألق يا لويس. وانت ايضا يا رب الله بخير. هيا يا براين لنشعل الشموع ونتمنى لك عاما سعيدا موفقا، ثم نلتهم الكحكة كلها دون رحم. لماذا يا صديقي؟ لماذا يا صديقي؟ نشعل شموعا ثم نطفئها كما لو كانت ستراها أعيننا. لويس، لماذا هذا الحزن؟ ما عهدناك إلا متفائلا مرحا. أرهقتني محاولاتي كي أستطيع القراءة وممارسة هواياتي والتخلص من الملل. كلما أردنا التعرف على العالم من حولنا لا جديد لا جديد لا جديد. لماذا لا جديد؟ ألست بارعا في كل شيء؟ ألم تحصل على بحث في باريس وأنت في العاشرة من عمرك إلى معهد المكفوفين المتفوقين حتى أتممت تعليمك؟ وليس هذا فحسب، بل هو الآن يعمل مدرسا للموسيقى في نفس المعهد الذي تخرج منه. فمن مثلك يا براين؟ ولكني أطمح إلى شق هذا الظلام الذي يحيط بأمثالنا. أريد الخروج من هذه الشرنقة، أريد الخروج من هذا السيف، أريد الخروج من هذا السيف. جعله من مخراز اللعين. كنت في الثالثة من عمري حينما ذهبت مع والدي إلى مكان عمل السروجين. أردت أن أفعل مثل ما يفعل والدي. أردت له. أمسكت بالمخراز وقطعة من الجلد السمين، فانفلت المخراز واستقر في عيني اليمنى، وما لبثت إلا وقد لحقت بها عيني اليسرى. فقدت بصري إلى الأبد وغرقت في الظلام. لماذا يا صديقي تتذكر هذه الأحداث الأليمة في فرحة عيد الميلاد؟ دعك من هذا ولا تفسد علينا بهجتنا. أسمعتم بأمر الضابط الفرنسي الذي اخترع لغة إشارة لجنوده في الظلام؟ نعم، إنه الضابط الذي ابتكر طريقة النقاط. 12 نقطة على ورق سميك يستطيع منها الجندي تلقي الأوامر العسكرية. إنه طريقة أمل على الطريق يا رفاق. ليتني أستطيع أن أبتكر ما أستطيع به شق الظلام وإضاءة الطريق لنا جميعا. المخراز والجلد، المخراز والجلد، المخراز والجلد، المخراز والجلد. أبعد كل هذا الجهد الذي بذلته لمدة 5 سنوات في تجاربك، وقد وفقت باختراع طريقة تريح أمثالنا من عناء القراءة التقليدية الثقيلة. يرفضون الاعتراف بطريقتك يا براين. ما هذا العته؟ ما هذا العته؟ هكذا هو مجتمعنا، يرفض التغيير ولديه تخوف من أي جديد، على الرغم من أني بذلت ما في وسعي للقضاء على همنا الأكبر. وماذا عساك أن تفعل الآن؟ لن أستسلم. سنتداول هذه الطريقة فيما بيننا وأعلمها لتلاميذي في الخفاء وليذهبوا بفكرهم الجامد والذي يحيط. نعم، هذا هو الرأي الصواب. أحسنت صنعا. إذن لنرى الآن ماذا سنفعل. ماذا دهاك يا باطل؟ أصبحت كالمدمنة. لا تفارقي هذا المعلم براين، وكأن كل العلم انتهى ولم يبق إلا العزف والموسيقى. الموسيقى غذاء الروح يا
ولكنك تبالغين يا مارتن وتقضين معظم وقتك في تعلم تلك الطريقة التي اخترعها براين، ولا أرى من ذلك فائدة، فما هي إلا محاولات عرجاء. ليست محاولات عرجاء يا هيلين، وكفاك، فقد جعلتني أشعر باليأس. مساء الخير. مساء الخير يا سيدي. ماذا بك يا مارتن؟ كأنك غاضبة. أنا من تسببت في غضبها، ولم أكن أقصد ذلك، ولكني أحب أن نحيا واقعنا ولا نحلق في الخيال فتنكسر رقابنا. أخطأت زمنا يا هيلين، ودمنا نحيا فلا بد من أن نسعى دون أن نتوقف. الإعاقة ليست في الأجساد لكنها تكمن في النفوس الضيقة، فلنحول إعاقتنا إلى إرادة نتحدى بها العجز ونضيء بها طريق غيرنا. ألا تعلمين أن الأداة التي تسببت في فقد عيناي هي نفس الأداة التي استخدمتها لإعادة النور لي ولغيري؟ أأنت من تقول هذا يا سيدي؟ وقد خذلوك وباءت محاولاتك بالفشل. لا، لم أفشل. طريقتي ستنتشر وتحقق ثمارها. وأنت يا عزتي خذي عني هذه الكلمات: إن الذي اختار لك أول الطريق لن يتركك في منتصفه. وأنت يا عزيزتي تلميذة مجتهدة نجيبة. تذكري يا عزتي، الإعاقة ليست في الأجساد لكنها تكمن في النفوس الضيقة. أشكرك سيدتي، ولكن التهنئة لا ينبغي أن تكون لي، فهناك رجل عظيم هو الذي وقف بجانبي وهو صاحب الفضل فيما وصلت إليه الآن من نجاح، فقد أفنى زهرة عمره في سبيلنا نحن من فقدنا نعمة البصر، وجاهد بقلبه وروحه وعبقريته حتى نجحت طريقته هذه، فمن خلالي ومن خلال غيري له مني كل الولاء والاحترام والتقدير، كل الولاء والاحترام والتقدير. أخيرا يا لويس تحقق حلمك. أخيرا يا صديقي أشرق الشمس طريقتك واعترف بها العالم
أتتذكر تلميذتك مارتن التي اعتنيت بها وعلمتها العزف؟ نعم أتذكرها. لقد صارت ذات شهرة وصيت في المدينة وما حولها، وقد نشرت عنها الصحف كلامها عنك وعن الطريقة التي اقترحتها للقراءة، فتلقفها العلماء الآن واعترفت بها الدولة كلغة معتمدة وعمموها في جميع معاهد فرنسا يا براين. الآن أموت وأنا مطمئن لأن جهودي لن تموت معي. الآن يموت براين